السلام عليكم. ورا كل فهد بيجري ورا فريسته في نسر فوق مستنيه عايز يلقفه. قصدي فهد دي ممكن يبقى انت، ممكن يبقى صاحبك، ممكن يبقى حد زميلك، ممكن يبقى نخليها انت بيجري ورا فريسته اللي هو هدف. فانا مثلا دلوقتي عايز اصور فريستي، ان انا اصور الهدف بتاعي دلوقتي كبير ان انا اصور الفيديو ده. فازاي انتصرت على نفسي وصورت الفيديو ده؟ هو اني عرفت ان في نسر فوق مستنيني عشان ياكلني. هي دي الحياه، كل حاجه بتمن وكل حاجه هتقابل فيها صعوبات انك تعملها. وعشان كده هتلاقي ناس دايما بتشتكي بتقول لك انا في حاجات مش عارف اعملها، انا الحاجات دي كنت اعملها بس والله العظيم طلع لي حاجه سبب عشانها ما عملتوش. انا بص، انا عايز اصور بس مسوف، انا عايز اتعلم المهاره دي بقالهم 6 شهور، عايز اتعلم المهاره دي بس مسوف. اقسم بالله العظيم ناس صحابي بقاله سنتين بيقول لي عايز اتعلم برمجه، ما فتحش كورس برمجه واحد، ما فتحش درس برمجه واحد قسما بالله. فانا بقول لك الكلام ده عن تجربه. بيحصل لهم حاجه اسمها اللي هي اوبستكلز او معوقات، حتى هم بتوصل لمرحله انك انت اللي بتخلق لنفسك المعوقات. فازاي تعرف المعوقات وازاي تتجنب المعوقات او تتخطاها وازاي تحقق اللي انت عايزه بحيث ما تبقاش مسوف، تبقى راجل كده، ما تبقاش. انا عارف طبعا ان كلكم رجاله و60% اللي بتابعني بنات، بس الفيديو ده للبنات والولاد. ازاي تبقى او ما تبقيش بتاجلوا اي حاجه. في بنات حرفيا هي في اصحابها كده مسمينها ايه، مسمينها اللي هي البت اللي متاخره، دايما بتاخر على الخروجات، دايما بتاخر على الرد في الواتساب. فالفكره انا عندي هدف احققه، انا عندي فريسه. كل واحد في الحياه عنده فريسه. واحد فريسته النوم، والله واحد فريسته انه يسافر ويقعد مرتاح، والله واحد فريسته انه ياكل، هو ده حياه. واحد فريسته دلوقتي. ففي فريسه كبيره وفي فريسه صغيره. انا عايزك تركز على الفريسه الصغيره دي اول حاجه عشان ما تبقاش فريسه سهله لاي حد. انت عندك فريسه كبيره خالص في حياتك، ده هدفك الاسمى في حياتك. هدفنا طبعا الجنه، او هدفك شوف حسب دينك، او شوف على حسب انت هدفك كبير ايه وحط له فرايس صغير. انا مثلا هدفي في الدنيا هنا هدف معين، انا حاطط له فرايس صغيره، ببدا احقق فريسه. فكل فريسه من دول بيطلع لي معوقات. فالناس فاكره خط النجاح كده، بس هو كده. فاهم؟ عارف الدوكه، عارف لما تروح فرح. وانا اصلا كنت بشتغل فراشه، اشتغلت فراشه مع خالي قبل كده. فعارف ايه بيطلع لك معوقات في وسط الطريق. عشان تواجه المعوقات دي، ناس كتير بقى مش عارفه الحاجه دي هي المفتاح. النسر اللي فوق مستنيك ده ازاي تعرف تتغلب عليه وازاي تعرف تتجنبه وتروح انت من طريق تاني عشان انت عارف انه هيجيلك. اول حاجه عايزك لما تقول حاجه تعملها، لما تقول حاجه تعملها. يعني انا دلوقتي هدفي وده، وانا ليه بقول لك الكلام ده؟ لان في ناس كتير حاصل له من كتر ما هو بيقول حاجات ما بيعملهاش، من كتر ما هو قال انا هقعد على الكمبيوتر اعمل حاجه خلاص، انا مثلا هروح اشتغل مش عارف ايه، انا هروح اقعد مع اصحابي اللي مش عارف ايه، انا هروح اخرج الخروجه دي السنه الجايه، انا هدرس الكورس ده، هتجوز البنت دي، انا هروح الجيم، هشترك في الجيم ان شاء الله. واشتراك الجيم اللي انت دافعه صدقه ده ما بتروحوش، انا عارف. وانا اكتر حد بتضايق منه اللي بيدفع اشتراك الجيم ما بيروحوش. مفيش حاجه بتقولها بتعملها يا جدع. فانا عايزك اللي تقوله تعمله. انت بتبدا تقيم نفسك من 1 ل10، ايه اللي تقوله تعمله. نفسك بتبدا من كتر الحاجات اللي انت قلتها ما عملتهاش، خلاص انت اللي هو ايه، مخك خلاص او نفسك اتعودت اللي هو كريم قال حاجات هيعملها، مدحت قال طب ايه ده، ريم قالت حاجات لا مش هتعملها. ريم اكيد لا اكيد ريم مش هتلتزم بالصلاه، او اكيد مش عارف انا لازم اذاكر الماده الفلانيه عشان انجح. تلاقي ان انت ما بتعملش الحاجه في الاخر. ليه؟ لان اصلا مخك عارف ان انت، بمعنى اصح خلينا نقول على نفسي، انا هفق، انا خلاص انا بقيت مخي اللي هو عقلي خلاص. انت عايزك تدرب نفسك او تدربي نفسك انكم تعملوا الحاجه، انكم تقولوا الحاجه وتعملوها بحاجات صغيره خالص. مثلا تقولي ايه حاجات، على فكره الحاجات دي بتفرق. انا ما بحكيش حاجه هنا مش عن تجربتي، انا بحكي اي حاجه من خبرتي وتجربتي وانا ماشي في الحياه اهو وطريقكم معايا. تمام؟ انا اول حاجه عملتها لنفسي ايه؟ انا اول حاجه قلت لنفسي انا هشرب. فعلا انا ببقى قاعد انا هشرب خلاص، انا شربت وببقى في نيتي ان انا حاجات بسيطه الناس بتعقدها. انا هشرب، اروح اشرب. حطيت خطه كل يوم اول ما اصحى هرتب سريري. ساعات بنام على الكنبه بره، بس عامه برتب الكنبه مره على مره اسبوعين، واقسم بالله العظيم اتعودت. انا بقيت اتعودت اي حاجه اقولها هعملها. وده اللي بيخليك راجل، ده اللي فعلا انت من هنا بتبدا الرجوله. مش لازم الرجوله تبقى بصوتها عالي، الرجوله باللي بينفذ. ناس كتير عندها بال50 سنه وال70 والله العظيم اللي بيقولوا ما بيعملوش من هو صغير، فكبر بقى عيل. مش بالسن يا جدعان. وده اللي عايزكم كبنات تفهموه، عشان في بنات كتير مش واثقين في نفسهم وحاسين ان هم ايه قليلين. اللي انا بقوله ان هي مش بالسن. انا قلت لنفسي هرتب السرير كل يوم، رتبت السرير كل يوم. انا قلت لنفسي هروح الجيم كل يوم، اقسم بالله العظيم بمشي 3 كيلو كل يوم للجيم او اكتر. هروح الجيم كل يوم يعني هروح كل يوم. انا قلت هصور فيديو كل يوم، يبقى هصور فيديو كل يوم. انا قلت هعمل كذا، يبقى هعمل كذا. ابدا بحاجات بسيطه. الحاجه الثانيه، سهل البيئه اللي حواليك. لو النسر ده لقى ان في شجر هيدخل لها ومش عارف، النسر هيكسل ويروح لفريسه ثانيه غيرك.
انا دلوقتي واحد لو في الجيم هتمرن، لو في كباريه والله العظيم لو في هشرب خمره. فدايما حط نفسك في البيئه الصح اللي تخلي الامور سهله عليك. انا اول ما اصحى ارتب سريري، مع ان اخويا بيبوظوا تاني برتبه، بعمل اللي عليا وبرتبه، ابدا يومي صح. فانا كده خلقت البيئه لنفسي ان انا جامد، وان انا هقدر، وان انا مش عارف ايه، وان انا هعمل وانا كذا، وان انا هعمل كذا. القلب بتاعك بيتغير، عشان كده اسمه قلب. ما تعتمدش على قلبك، اعتمد على مخك. اللي بيعتمد على مخه بيبقى راجل، اللي بيعتمد على قلبه ممكن نقول البنت شويه بتعتمد على قلبها وبتعتمد على مشاعرها، وده حلاوتهم في كده، ان هم بيعتمدوا على مشاعرهم. واظن واضحه. هتعتمد على عقلك وتمشي بعقلك. الايفون ده قسما بالله انا كنت بحوش في المبلغ بتاعه، ربنا كرمني ورزقني وجبت ايفون 13 مش برو ماكس بس 13. جبته، قعدت وانا قلت هجيب ايفون 13، هجيب كمبيوتر، هجيب مش عارف ايه، هجيب مش عارف ايه. ليه؟ لان انا اول حاجه عودت عقلي على حاجات صغيره، اللي بعرق عودت عقلي على حاجات صغيره، عودت عقلي مش قلبي. بعدين سهلت البيئه على نفسي، بقيت مركز الاولويه على الفريسه بتاعتي ومصعب الامور على نفسي من بره. لو في اي سؤال في الكومنتات حابب تساله اساله لي، ولكن في النهايه تجنب الشهوات وتجنب المعاصي. ربنا قال تجنب، ان انت تتجنب مش تعمل. لو انت موجود في البيئه هتعملها غصب عنك، هتعملها، ولكن تجنب، فاهم؟ هتقع، بتبقى زحليقه. وفي نفس الوقت روح للحاجات الصح اللي بتقربك لهدفك، وصاحب صحاب عندهم نفس هدفك. لو مش لاقي ممكن تقرا كتب عندها نفس هدفك، تسمع بودكاستات. الحياه لعبه وكل حاجه لها ثمن ولازم تفهمها صح. لو ما عندكش مانع انك تشترك في القناه عشان ننشر الفايده اكتر، يا ريت تعمل كده. واحنا هنا مش عشان نكتشف نفسنا بالظبط، ولكن احنا هنا عشان نصنع نفسنا. شكرا ليك، اتمنى لك كل خير.